السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات قناه الطب المصري. معاكم احمد فتحي، وحلقتنا النهارده انبوكسنج وريفيو عن برودكت جديد او منتج جديد جاي لنا. وحلقه النهارده قبل ما نبدا اي كلام سبونسرد باي جنرال ستورز وبويا، شركه بويا المشهوره جدا في مجال صناعه المايكات او مجال صناعه الصوت. يعني اكيد لو انت مصور فيديو او يوتيوبر او اي حاجه في المجال عدى عليك اسم بويا ده المنتج بتاعنا النهارده. هو اجدد برودكت او منتج من شركه بويا، وهو البي واي اكس ام 6 اس 1. ما تستغربش، هو اسمه طويل شويه، بي واي اكس ام 6 اس 1. وفي اس 2 وفي كي 1 وفي كي 2، في كذا حاجه من النوع ده، بس هفهمك يعني فروقات كده بوجه عام بينهم. بس الاصدار اللي معانا ده هو الاس 1، يعني قطعه واحده، يعني في ريسيفر وفي ترانسميتر واحد، يعني مايك واحد وريسيفر واحد. يعني في منه الاس 2 في ريسيفر وفي 2 مايك، وفي بقى الكي 1 والكي 2 دول معاهم علبه شحن، مواضيع كده. بس احنا معانا النهارده ولا نتكلم عليه النهارده هو الاس 1. قبل اي كلام كده خلينا نركب المايك ونتكلم بيه، وفي وسط ما احنا بنتكلم بقى يظهر لك البي رول، يظهر لك بقى شكل المايك بقى وانا بتكلم والكلام ده. بس خليني اوصله ونكمل باقي الحلقه بيه. باين نظاره المايك. ده مايك البويا اللي معانا النهارده اللي هو بي واي اكس ام 6 اس 1. احفظ الاسم ده كويس عشان المايك ده فعلا زي ما عجبني انا واثق انه اكيد هيعجبك، واكيد واثق ان انت سامع دلوقتي صوت برضه هيعجبك، صوت كده كريسبي شويه كده، او مش عارف اوصفه، بس هو بصراحه عجبني. مبدئيا المايك ده شغال وايرلس زي ما احنا قايلين، ما فيهوش سلك، هو مجرد قطعتين، قطعه مستقبل وقطعه مرسل او ترانسميتر وريسيفر. بس هو ده المايك. بتركب قطعه على الكاميرا والقطعه الثانيه بتركب في رقبتك زي كده، وتتكلم منها بكل بساطه. قبل ما نخش في اي سبيكس للمايك، هنتكلم اول حاجه عن العلبه وعن محتويات العلبه من شركه بويا. الباكنج طبعا باكنج محترم جدا، العلبه علبه كويسه جدا، تقسيمتها كمان تقسيمه حلوه، حاطين لك المايكين او المايك والريسيفر في مكان، وفي علبه ثانيه حاطين فيها باقي الاكسسوارز اللي بتيجي مع المايك. وبالمناسبه المايك ده بيجي معاه كميه اكسسوارز حلوه ممكن تكون ما بتجيش مع مايكات تانية في فئات اعلى من المايك ده. خلينا نتكلم عن الاكسسوارز حاجه حاجه. المايك ده بيجي معاه مبدئيا كيس جلد او كيس جلد كده بيتحفظ فيه المايك زي شركه بويا، وزي اي مايك من شركه بويا بيجي وبيكون معاه نفس الكيس ده عشان المايك ما يتبهدلش منك او ما يجرالوش اي حاجه او ما يتخدش والكلام ده كله. قبل ما انسى، المايك بيطلع من كرتونته عليه سكرينه، فدي حاجه حلوه عشان ما يتخربش، وانصحك ما تشيلهاش. بيجي معاه 2 يو اس بي تايب سي عشان المايك ده بيتشحن عن طريق تايب سي، مش اليو اس بي القديم اللي معظم المايكس شغاله بيه دلوقتي. لا، ده الاصدار الافضل او اليو اس بي سي اللي هو اسرع في الشحن زي ما كلنا عارفين. وبيجي معاه كمان نيك مايك او لافالير مايك زي ما بيقولوا، وهو المايك السلك اللي بيتعلق في الرقبه، واللي بالمناسبه هنجربه برده كمان شويه عشان نشوف صوته عامل ازاي. وده عشان لو انت مش حابب تركب مايك بالشكل ده، او بتتكلم مع حد مثلا في مقابله يعني محتاج ان انت مايك يكون بسلك مش مايك وايرلس، او بتسجل لحد مش عايز المايك بالشكل ده، بتركب فيه مايك اللافالير ده. وكمان جاي معاه السفنجه بتاعت الهواء، بتركب في المايك السلك ده، موجود معاه برده المشبك، دول جايين مع المايك عادي. وبيجي معانا برده مع العلبه دي او مع المايك ده الديد كات او برده السفنجه او الشعر كده، اللي هو عشان الهواء لو بتصور في مكان خارجي ما يبقاش فيه نويز عالي. وكمان بيجي معانا كتيب التعليمات او الجايد اللي محدش بيقراه، ومعاه 2 ستيكر من بويا كده، حاجه عجباني جدا برده، حاجه دعائيه حلوه. وبيجي معانا 2 وصله من المايك للكاميرا، وصله من المايك للموبايل. المايك ده يا جماعه بيشتغل برده على الموبايل ايا كان بقى نوع موبايلك، هي وصله 3.5. ركب بقى كونفرتر لو انت تايب سي، ركب كونفرتر لو انت ايفون، او لو انت موبايلك 3.5 عادي على طول بيركب المايك فيه. وبصراحه انا جربته وصوته لا فعلا هو جميل. المايك شغال ب 2.4 جيجا هرتز التردد بتاعه يعني، ودي حاجه كويسه عشان ما يبقاش فيه تقطيع في السيجنال او في الاشاره بينك وبين المايك ده. وكاتبين على الكرتونه هنا ان المايك بيقعد لحد 7 ساعات تشغيل. طبعا انا ما جربتش، بس الحاجات اللي انا شفتها له بيقولوا ان المايك بيقعد 7 ساعات والريسيفر بيقعد 6 ساعات ونص. بس خلينا نتفق ان مفيش حد هيصور 7 ساعات دايركت، او يعني معلش ايه اللي انت محتاج تصوره 7 ساعات دايركت بمايك زي ده متخصص اكتر في اليوتيوب او الفلوجينج، او ان انت تعمل انترفيو مع حد مثلا ربع ساعه، نص ساعه، ساعه بالكتير. بس ده شيء كويس قوي ان انت ممكن تستعمله اكتر من يوم
على شحنه واحده، ما تقعدش تشحن فيه كل شويه. من النقط المهمه جدا والقويه جدا مع المايك ده، او اللي كل الناس اتكلمت عنها وهي مكتوبه على العلبه فعلا هنا، ان المايك ده بيغطي معاك لحد 100 متر. 100 متر. خرجت بره عشان اجرب موضوع المايك والمسافه والكلام ده كله، فخلينا يعني نخلي الموضوع بخطوات لان انا معيش متر اقيس بيه. فعد 10 خطوات واقول لكم ده كده اول 10 خطوات، والمايك ظروفه في السيجنال او الاشاره. كده بعد 10 خطوات ومش عارف الصوت عامل ازاي، وكده بعد 20 خطوه طبعا مش قادر اقيس بالمتر عشان مش عارف المسافه عامله ازاي. وبرده حبيت اعمل تيست وانا في الشارع برده بالنسبه للصوت والجوده والدوشه اللي حواليا. انا مش مركب الديت كات يا جماعه، انا مسجل بالمايك دايركت، مش مركب اللافالير اللي هو مايك السلك، انا شغال وايرلس على طول. فحبيت اشوف برده الصوت سامعيني من الدوشه معديه صوتي او طاغيه على صوتي. بس انا اعتقد ان الصوت كويس حتى مع الدوشه، حتى وانا في الشارع. يعني انا ماشي في الشارع اهو وجنبيها شارع ورايا مكن ورايا عربيات ورايا حاجات زي كده، اعتقد ان الصوت كويس او الصوت شغال. وده تيست تاني مكان اوت دور برده، بس مفيش فيه دوشه زي ما كنت في الشارع من شويه. دلوقتي انا في مكان فوق السطح، في هواء، ولو انتم سامعين الهواء اصلا، بس مفيش الدوشه اللي كانت معايا في الشارع. فده تيست تاني. بعض الملاحظات اللي لازم تاخد بالك منها مع استعمال مايكات وايرلس، مش المايك ده تحديدا، الحواجز. يعني انت لما تكون بتصور بالمايك ده ما يكونش بينك وبينه حواجز كتيره، او بين المايك او الريسيفر والترانسميتر حواجز. خلي الموضوع ان يكون دايركت منك للمايك. وعلى فكره انا في الشارع ما طولتش عن 20 خطوه، لان كان في ناس في الشارع غالبا هم سمعوني ان انا بقول كان في ناس في الشارع وكده، فحبوا يعملوا دوشه جنبي عشان اختبر المايك صح. برضو هكمل وهتسمعوني وهتسمعوا الدوشه دي حاجه خفيفه مش مشكله. كان في ناس في الشارع، فما قدرتش ان انا ابعد قوي عشان اتكلم قدام الكاميرا عشان نبقى مش منظري كده. يعني برضو احنا في مصر فالنظره مش قد كده. غير كده اي مايك وايرلس انت بتستعمله، نصيحه ما تستعملوش بمسافه بعيده. يعني انا دلوقتي بستعمله بيني وبين الكاميرا حوالي مثلا متر ونص او مترين. انت لو جايب مايك زي ده انت مش محتاج ان انت تقعد مسافه بعيده عن المايك او تقعد تتكلم بينك وبينه 50 60 متر. لا، المايكات دي معموله ان انت توكينج فيديوز، يعني انت تتكلم قدام الكاميرا او لو انترفيو مع حد او حاجه زي كده. اتمنى يكون الصوت عجبكم في التستات دي. نرجع نكمل كلامنا في الاستوديو. خلينا دلوقتي نركب المايك السلك في المايك ده ونجرب صوته برده هيبقى عامل ازاي. دلوقتي ركبنا المايك اللافالير او المايك السلك في المايك البويا بتاعنا، اللي هو زي ما شايفين كده موصل السلك عادي تمام اهو. وانا مش عارف انتوا سامعين ازاي، لان انا بصراحه ما جربتش المايك السلك ده قبل ما اطلع الفيديو ده، بس حبيت ان انا اجربه لايف معاكم. جربت ده قبل ما اطلع، بس ده ما جربتوش قبل ما اطلع. خلينا نتكلم برده عن بوينت عجبتني قوي 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 في المايك ده، وهي وجود مكان تركب فيه السماعات في المنطقه اللي بتستقبل الاشاره او في الريسيفر. يعني انت لو كاميرتك ما فيهاش مدخل سماعات اللي تسمع بيه صوت الراجل اللي هو بيتكلم قدام الكاميرا او الشخص اللي بتسجله قدام الكاميرا، او تسمع لنفسك او اي حاجه، فعندك المايك ده حل لك المشكله. لو مركب ريسيفر على الكاميرا في مكان تدخل فيه السماعه وتسمع الصوت عادي كأن كاميرتك بالظبط فيها مكان للسماعات. طبعا ده صوت اللي انا بتكلم منه بدون اي تعديل. انا زي ما هسجل زي ما هرفع الفيديو ده، انا مش هعدل اي حاجه في الصوت. انا كل اللي انا عامله ان انا مسجل على وضع المونو. على فكره المايك ده فيه مونو وستيريو، وفيه درجات للجين او درجات لتعليه الصوت بمعنى اصح. في 6 درجات لتعليه الصوت، فانا دلوقتي بصور وبسجل على اعلى درجه اللي هي 6/6 او 6/6، وشغال مونو. اللي مش عارف الفرق بين المونو والاستيريو عشان ما ادخلكش في مجالات كتير وتتلخبط مني، المونو هو بتستقبل صوت من جهه محدده، انما الاستيريو بيستقبل الصوت من كذا جهه. فانا مشغل مونو بس لان مفيش غيري بيتكلم ومفيش صوت حواليا عايز اجيبه، مش عايز اجيب الدوشه اللي بره مثلا، فانا بسجل دلوقتي بمونو. لو شغلت استيريو هيبقى الصوت جايب حواليا اكتر، وده بيستعملوه في السينما في مواضيع يعني مش عايز ادخلك فيها، بس خلينا في احنا دلوقتي بنصور وبنسجل بوضع المونو. حاجه مهمه قوي نبهوني ليها جنرال ستورز وخلونا اتكلم عنها عشان برضو بيكون فيها لعب كتير. كلنا عارفين في مصر هنا ان مايك بويا بيطلع منه حاجات كوبي او بيتضرب منه بمعنى اصح، او حاجات ما بتكونش اوريجينال من بويا، وده شفناه كتير قوي في المايك الام 11 اللي هو المشهور قوي اللي هو سلكه طويل 6 متر. كان في منه مضروب او في منه هاي كوبي وفي منه الاوريجينال، ما كانش حد عارف الفرق بينهم ايه. فبويا حلت لك المشكله عشان تعرف المايك ده اوريجينال ولا مش اوريجينال. في هنا على العلبه كيو ار كود بتعمل له سكان، وجنب الكيو ار كود ده في زي مكان بتخربشه بيظهر لك رقم، بتدخل الرقم ده او الكود ده على الموقع اللي هيظهر لك بعد الكيو ار، وبيقول لك المايك ده اوريجينال ولا مش اوريجينال. فبتجرب ده لما تيجي تشتري مايك عشان تتاكد هو اوريجينال او مش اوريجينال. وعايز تريح دماغك من ده كله، روح دايركت على جنرال ستورز لان هو الوكيل المعتمد لشركه بويا في مصر. جنرال ستورز، وهحط لك اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. روح عليه دايركت، هو ده
الوكيل المعتمد من شركه بويا، فاصلا مش هتحتاج ان انت تخربش او تراجع او تعمل اي حاجه. انا اصلا ما خربشتش وما راجعتش لان انا واثق من اللي اداني المايك. بصراحه يا جماعه المايك ده بالنسبه للفئه السعريه فهو منافس يعني بطريقه كبيره لمنافسين ليه برضو وايرلس ومشهورين وعاملين ضجه. فبتتكلم في السعر ده مع مايك زي ده، في منه القطعه الواحده، في منه القطعتين، في منه القطعتين ومعاهم زي باور بانك او مكان بيتحط فيه شاحن وايرلس. الموضوع جميل. بويا شركه رائده في مجال المايكات ومش بتهزر، وقيمه مقابل سعر زي ما احنا بنقول في مصر هنا. مايك سعره مناسب مقابل امكانياته. مايك وايرلس بيديك مكان للسماعات تايب سي، بيديك 7 ساعات بطاريه، بيديك 100 متر مسافه او لو حتى اقل بشويه. انت اصلا ده مايك انك تتكلم قدام الكاميرا مش محتاج ال 100 متر كلهم. فشايف ان كل المميزات دي حاجه في صالحه قوي قوي قوي، وحاجه تخليه فعلا توب عندنا في السوق المصري. وقبل ما انهي الحلقه صلي على النبي، ويا ريت اكون فدتك واسعدتك بالحلقه دي. لو الفيديو عجبك ما تنسانيش من دعائك، ولو عندك اي سؤال سيبولي في الكومنتات تحت الفيديو، وهتلاقي لينك الشراء او لينك جنرال ستورز تحت الفيديو، تقدر تخش تبص على المنتج عندهم او تكلمهم. هم الوكيل الوحيد والمعتمد لشركه بويا هنا في مصر. وسلام.